مرحبا فيكم من جديد في قناتي. اليوم إن شاء الله راح أسوي معاكم أحلى مضغوط راح تجربونه في حياتكم. مرة سهل ومقاديره متوفرة في كل بيت. بس قبل لا نبدأ بالمقادير لا تنسون تشتركون في قناتي وتفعلون زر الجرس علشان تشوفون أول الوصفات لما أنزلها. لذيذ مرة لا يفوتكم. راح نحتاج بالبداية حبتين بصل كبار أو 5 صغار. راح نحتاج راس ثوم، وراح نحتاج نقطعهم طبعا على جنب ونخليهم على جنب. وراح نحتاج زنجبيل شوية، كم شريحة كذا. وبعدين راح أبدأ أكشن. بالبداية راح أحط زيت الزيتون هنا استخدمت، وأنزل عليهم البصل وأبدأ أحركهم لين يتغير لونه. بعد ما تغير لونه راح أضيف ملعقتين كبار من صلصة الطماطم، وأبدأ أحركها كذا بهذا الشكل لين يتغير لونها ويروح الطعم نكهة الطماطم الموجودة. أنزل الحين الثوم المهروس كل الكمية، والبهارات اللي مكتوبة تحت اللي هي قرفة وهيل وقرنفل وورق غار. بعد كذا راح انزل عليهم الطماطم، حبتين طماطم معصورة، وابدأ اقلبهم مع بعض لحد ما يتسبك شوي. ابدأ انزل البهارات، وهي ملعقة كبيرة، نصف ملعقة كل من كركم وكمون وكزبرة، وملعقة كبيرة من الفلفل الاسود. اقلبهم شوي مع بعض، وابدأ انزل عليهم الدجاج. أقلبهم شوية مع بعض وأبدأ أغطيه، أخليه تقريبا 5 دقايق يتسبك وياخذ النكهة. وعلى طول كذا خلاص أنزل عليهم الحين الموية لحد ما نغطي الدجاج بالكامل على نار وسط 20 دقيقة تقريبا. وبكذا خلاص خلص وصار جاهز عندنا. أبدأ أحط الرز. حطيت هنا 3 أكواب من الرز. طبعا في أنواع تنقعونها، لكن هذا النوع على طول ضفته ما يحتاج نقع. وخلاص أبدأ أغطيه وأنزل عليهم الفلفل الحار، طبعا اختياري. أغطي عليه وأخليه مدة 10 دقائق تقريبا لحد ما يستوي. وبكذا صار عندنا جاهز، وريحته ما أقول لكم مرة لذيذ. أنصحكم كلكم تجربونه، مرة لا يفوتكم، ومرة ما أخذ معاي أي وقت. وبس خلصت وصفتنا اللذيذة الجميلة. شوفوا الرز كيف نثري، مرة خطير. وإذا عجبتكم الوصفة وجربتوها لا تنسون تكتبوا لي تحت في التعليقات. وبس راح أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة.